معلش بقى لاصحاب المحلات، انا بتاسف لكم، بس معلش يعني انا بعمل الوصفه دي لكل حبايبي ولكل ست بيت مدبره. خليكي معايا عشان تشوفي الفيديو ده. بس قبل ما نبدا مش هنسى اقولك طبعا تعملي للفيديو ده شير كتير 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 وتبعتيه لكل حبايبك، وطبعا تحط لنا لايك وتصلوا على النبي في التعليقات. طبعا انا جايبه ب10 جنيه طحينه، وعايزه اعمل كميه كبيره ومحتاجه كميه كبيره بدل ما كل يوم بشتري. وطبعا انا بعوزه على الفول وبعوزه على كل حاجه انا بعملها، وعلى البتنجان وعلى كل اكلات انا بعملها. جبت ب10 جنيه زي ما قلت لكم من الطحينه. هبتدي ان انا انزل عليها بعصره من الليمون، وعليها معلقه من الزيت بس، وعليها 3 معالق من الخل، وهنزل عليها الكمون ورشه من الفلفل الاسود. وبكده حطينا المكونات بتاعتنا، بس في مكون لسه ما حطيناش اللي هو الملح. هنبتدي نديها رشه من الملح والمكون السحري اللي هيزود لنا الكميه. طبعا انا جايبه ب10 جنيه يعني حوالي 3 معالق كبار من الطحينه. هروح نازله عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، واللي ما يعرفش الدقيق يعني الطحين. زي ما انت شايفه يعني يعني هنعمل ده كله في بعضه كده. هندي لكله تقليبه زي ما انت شايفه كده، عمل معانا كتل. هنفكه ازاي؟ هنكون مشغلين معانا الكتل على ميه مغليه. هنشغل يعني انا عايزه ميه مغليه بس، مش ميه حتى سخنه، لا ميه تكون مغليه. وطبعا هنزل شويه بشويه، وكل ما بتنزلي كل ما القوام معاكي بيتقل. كل ما تنزلي القوام معاكي ايه بيتقل. ركزي معايا يا ست الكل، علشان الوصفة دي جامدة قوي. وبصي يعني عملت معايا بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة جدا. زي ما انت شايفة كده انا كل مادة كل ما بزود مية سخنة. انتي بتمشي واحدة واحدة كده، بس ما بتحطيش المية السخنة كلها مع بعض، لا بتحطي شوية بشوية علشان تعرفي القوام اللي انتي عايزاه. انا طبعا عايزة القوام اللي انتي شايفينه. انا كل شوية على فكرة بدوقها علشان خاطر بشوف الملح بتاعها. انا عايزة الملح بتاعها يكون مظبوط زي ما بشتريها من بره. رحت جاية مزودة رشة من الملح، وابتديت ان انا اديها تقليبة. بسم الله ما شاء الله. انتوا شايفين الكمية قد ايه اصلا يا جماعة؟ قسما بالله بجد الكمية حلوة قوي قوي قوي. انا من حلاوتها كل شوية والله العظيم كنت عمالة ادوق منها، بجد طعمها حلو قوي. وزي ما انتوا شايفين بالشكل ده عملت معايا كمية كبيرة. وبكده خلاص انا بس بديها كذا تقليبة علشان خاطر ما يكونش فيها كتل خالص. انا مش عايزة فيها كتل. كل اللي احنا حطيناه هو المية والدقيق ورشة الملح والفلفل الاسود رشة الكمون. وبكده خلصنا الكمية بتاعتنا. هبتدي بقى هتجيبي اي ازازة عندك او اي حاجة انت بتحطي فيها. انا جبت ازازة وهبتدي بسم الله ما شاء الله هحطها معاكم دلوقتي بالشكل اللي انتوا شايفين اساسا السمك ازاي. السمك تقيل على فكرة مش خفيف. وغير كده اما بتسيبيها بتركنيها يعني حوالي 3 دقايق بتلاقيها معاكي تتقل اكتر، يعني ممكن تضاعف الكمية كمان زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وطبعا انا وانا بعمل يعني الازازه ساحت مني والله. بسم الله ما شاء الله الكميه بجد رهيبه، الكميه كبيره جدا. بسم الله ما شاء الله من 10 يعني ب10 جنيه بس طحينه عملت معايا الكميه دي. وهبتدي بقى اجيب اي سلطانيه عندي او اي حاجه انت بتحطي فيها، وهتبتدي تعبيها بالشكل ده. عايزه اقول لكم والله العظيم بعد ما قفلت الفيديو وركنتها بس حوالي 3 دقايق القوام معايا انا ضعفتها تاني. على فكره بعد ما قفلت الفيديو زودتها تاني وضعفت الكميه. زي ما انتم شايفين ب10 جنيه طحينه عملت معايا الكميه دي. بجد شابو والله، شابو بجد، شابو لنا، شابو ليا بجد بجد بجد. اهم حاجه تنسوش تعملوا الفيديو شير، واسيبكم في امان الله.